السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. بحبكم في الله. ما تنسوش كده، دعوة من قلوبكم ليا. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك كده وتدعموني بلايك وكومنت حلو زيكم كده، ولسه مشتركش يشترك في قناة منوعات الغندورة. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. ادعموني بقى بلايك كده، حطوا لي لايك عشان انتوا بتنسوا اللايكات خالص. مش كل مرة هتكلم على اللايك، لازم افكركم كل مرة يعني. حطوا اللايك، حطوا اللايك يا حبايب قلبي، ودعوة حلوة من قلوبكم ليا كده. بحبكم في الله. تابعوا معايا الفيديو كده، يا رب دايما اكون خفيفة على قلبكم، بفيدكم لو بمعلومة حتى صغيرة، او بكون بشجعكم لحاجة. ماشي كده يا حبايبي. طيب طبعا معايا، انا عملت ايه الاول كده يا مراف؟ حطيت معلقة خميرة، معلقة خميرة كبيرة في مية فترة كده يعني دافية، ومعايا نص كيلو من الدقيق. رحت الفرن يا ولاد اجيب عيش يا حبايبي، ما لقيتش عيش، لقيت الفرن عطلان. هقعد ساكته؟ لا، ولا ينفع ابدا ان انا اقعد ساكته كده اكل الولاد، ايه ما ينفعش. فقلت ايه، كان عندي كيلو من الدقيق، قلت اعمل نص بس عشان ايه ما يفتش. فجبت نص كيلو من الدقيق كده وعملته يا حبايبي في الطاسه. هتشوف معايا الوقت الفيديو، وبسم الله ما شاء الله يعني. نص كيلو من الدقيق، معلقه خميره، ذره ملح، معلقه سكر مع الخميره. دي مع يعني جبت كده ايه، كرنبين كده من اللبن. موجودة عندك لبن حطي، مش موجود مش اشكال. هو كان موجود يعني، فقلت ان انا ايه اطعمه كده باللبن، بس كان زي العسل. تابعوا معايا الفيديو كده وحطوا له لايك، واللي لسه مشتركش يشترك ويفعل الجرس اللي جنب الاشتراك تعملي الكل. طبعا كان عندي بتنجان حلوه كده، عملت جنبه بتنجان مشوي جنب العيش ده، بتنجان مشوي. وعملت جنبه كمان، كنت جايبه ب5 جنيه عجينه طعميه، عملتها برضو. بس ما صورتش معاكم بصراحه، عشان الفيديو ما يطولش عليكم. عملت العيش بس كده، عمل لي 15 رغيف كده، بس بسم الله ما شاء الله والله العظيم ما قعدوا. عملتهم كده. انا رحت الفرن اجيب عيش، طبعا الفرن كان عطلان. جيت بقى عجنتهم. عملت للولاد الاول شاي بلبن وكلوا بسكوت كده، وبعد بقى ايه ما خمر كده وبراحتي كده، قعدت بقى عملته وعملت جنب الاكل ده وطعميه. وكانت بسم الله ما شاء الله لقمه زي العسل. معلش الاضاءه بتروح وتيجي، مش عارفه ليه، مش ظابط اصلا خالص في الكاميرا. فبصوا حبايبي، طبعا هو عامل معايا 15 رغيف حلوين جدا. انا هكورهم الاول. انا قلت اما اشوف كده العجينه كانت بسم الله ما شاء الله حلوه وجوسي وجميله يعني، طريه، مش جامده، مش يعني هي بتلزق اهي، بس حلوه يعني، ده المطلوب كده كده. انت كده كده بتبطيها بدقيق. فطبعا عملته وسبته خمر كده بسم الله ما شاء الله. وبعد برضك ما كورته كده، جبت برضك بطيته وهبطه كده رغيف رغيف، واحطه على صينيه و... واعمله في الطاسه واحده واحده كده. عملوا لي 15 رغيف، نص كيلو عملوا لي 15 رغيف، كفانا اليوم. اليوم ده انا قضيته نواشف اصلا. والمغرب كان عندي طبق مقلوبه كده برضك، حطيته اتعشينا منه، والحمد لله، واليوم عدى والحمد لله. خلاص كورته كده معاكم، وهاجي بقى ايه. والله بصوا يعني، حلو جميل جدا، وما بياخدش حاجه، ما بياخدش وقت حاجه. وانا في المطبخ كده طبعا عجنته وعملت ايه، جهزت البتنجان شويته، وبعد كده قشرته وحطيت له طحينه. انا بحبه بالطحينه جدا، ولادي ما باكلوهوش. طبعا هما اكلوا طعميه، وانا اكلت بتنجان بالطحينه وخيار وجرجير وكده، واليوم عدى والحمد لله. طبعا انا هخلص الكميه دي معاكم وهرجع لكم تاني. يعني انا مش هسيبكم بقى على الكاميرا، بس انا بقول لكم ان انا هي ايه بتتبط بسهوله. وبرضك عملتها كده بالبطاطا دي. ولو مش بالبطاطا بعمله بايدي، برضو بسويه بايدي كده عشان يطلع مظبوط معايا. افرده بالبطاطا لا، بعمله بايدي، عشان هو طارق اصلا مش جامد يعني ان هو هيتعب صوابع او كده تقولي يتعب صوابع، لا مش جامد خالص. 15 رغيف يعني عملتهم وانا واقفه بسرعه، خدوش مني 10 دقايق. فهبطهم كده واحط فوق تحت دقيق، واقلب كل شويه الرغيف كده وكده عشان يبقى مستوي معايا ويبقى شكله حلو. بصي يا حبايبي،
لو مش عندك يعني انا مش عندي طاسه بصراحه التيفال، ربنا يكرمني يا رب واجيب ان شاء الله طقم على بعضه 3، اجيب 2، اجيب واحده، او اجيب واحده بواحده عادي. ده كميه وده كميه برضو، حطيتها على المفرش كده. هسيبهم شويه لما يخمروا. انا سبتهم ربع ساعه او تلت ساعه عما خمروا. وبعد كده جيت يعني سخنت الطاسه كويس. الطاسه دي بتاعت فرحي، بس يعني ايه، برضك بتلطع الحاجه مش قد كده، لان هي نسبه الجرانيت بتاعتها راحت منها. فالموجود فيها دلوقتي بعد ألمونيا، فايه بتلطع الحاجه. بس هي الموجوده هقول لا؟ لا مش هقول هاتي حد يعني. هروح اجيب طاسه منين؟ شوف زي ما انتم شايفين كده الرغيف قب معايا، وبسم الله ما شاء الله. عملته كده في الطاسه، عملت 15 رغيف. والله انا كنت بعمل وريان ابني ورهف بياكلوا من ورايا. ماشي يعني هيفضل كميه بسيطه خالص. هيفضل كميه بسيطه خالص يعني اللي موجود في الطاسه، وعملته ما قالش لا. بس هي الطاسه مش مساعداني برضو، عشان الطاسه اصلا يعني قديمه من زمان، ومش الجرانيت الاصلي، فبدات يعني بعد واحده كده تلزق فيها. ماشي. اللي كنت بعمله وكان بيفرحوا بيه قوي اما بيقب كده وبيتنفخ معايا. ما كان بيتنفخ معايا كده هما كانوا بيتبسطوا بيه قوي. اه. وبصوا مفرغ من جوه وحلو خالص يعني، ومستوي من جوه بسم الله ما شاء الله. انا اول مره اعمله بصراحه في الطاسه يعني، اول مره اجربه في الطاسه، بس كانت بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين الطاسه كده يعني مش مساعداني، بس حلو. مشت وعملت العيش كله، وبسم الله ما شاء الله. آه كان زي العسل. عشان انا كمان حاطه عليه لبن، حاطه عليه زي نص كوبايه لبن. ولا مش عليه لبن والله، يتاكل حاف كده. طبعا انا واقفه، لازم تفضلي واقفه جنبه كده يعني، تلفي الرغيف كده كده. عشان انا وطيت النار شويه، فايه هيغيب شويه لما يبقى معايا كده. هيرفع معايا زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي تاني برضو لازم تفضلي تحطيه كده يعني تديريه كده وتديريه كده كل شويه. عملت ال 15 رغيف كلهم قب معايا، وكلهم زي العسل. بس الطاسه مش مساعداني قلنا. والحمد لله، ربنا يكرمني يا رب واجيب لي واحده. زي ما انتم شايفين كده فيها نسبه ألمونيا، فهي بتلطع الحاجه، ورقيقه برضو. دي الرغيف ده كان بتاع رهف، فهي مبسوطه قوي ان هو هيقب معاها برضو. شفت زي ما انتم شايفين كده قب كله قب معايا، عشان اللي خد حقه في التخمير وخمر كويس اهو. دي اللي باقي، والله دي اللي باقي من العيد. بقول لكم هم كانوا بياكلوا ورايا اصلا يعني. اهو بيتفتح جدا اهو، يعني بيتفتح ومستوي من جوه وزي العسل. دعموني بقى بلايك، ما تنسوش اللايك بقى. وقومي كده لو مش عندك عيش، قومي اعملي لك شويه عيش، نص كيلو دقيق. بصي النص كيلو والله عمل لنا يعني، كلنا وفضل دول. برضو كل الولاد كل شويه تقول لي اعملي سندوتش يا ماما طعميه. تقول لي تعملي سندوتش يا ماما طعميه. والحمد لله وعدى اليوم وكده. طبعا هم عايزين ايس كريم بقالهم كام يوم اصلا، وانا مكسله وهبطانه كده ومرخمه يعني. طبعا عاد بيجيب الايس كريم من الواحده قد كده اهو ب3 جنيه. فقلت على ايه يعني، لا انا عندي كل حاجه موجوده. كان عندي المانجا متفرزه، حطيتها 3 دقايق بس في الميه، او دقيقتين. لما بس القشره حسيت ان هي فكت شويه. وبعد كده زي ما انتم شايفين قشرتها بكل سهوله. ولازم تبقى متلجة، مش تسيبها تفك خالص. لازم تبقى متلجة عشان ما تعملش مية في ال في الايس كريم وانت بتعمليه. ماشي. هقشرها حلو ويعني، يعني بصوا هنضفها حلو من هي دي المعيار بصوا. انا حطيت كوباية كريم شانتيه، كوبايه دي بس مش مليان. وكوبايه سكر. بصي الكوبايه السكر دي تعمليها نص كوبايه بس، لان الايس كريم اجا مسكر شويه، وانا مش بحب الحاجه مسكره قوي كده. وبالنسبه برضو ان انا حامل ونفسي يعني تيجي عز من الحاجه اللي مسكره. فمش تعملها مسكره قوي كده، نص كوبايه بس. اللي بيحب الحاجه مسكره مظبوطه يعملها، اللي مش بيحبها مسكره قوي يعمل ربع كوبايه سكر مطحون، على كوبايه لبن، على كوبايه كريم شانتيه، على باكو فانيليا. بصوا يعني المقادير سهلة جدا. كوباية كريم شانتيه،
اللي بيحب الحاجة مظبوطة، نص كوباية سكر، على كوباية لبن، على باكو فانيليا، على منجتين. وتعمليهم لو عندك كبة اعمليهم في الكبة، لو عندك خلاط اعمليهم في الخلاط. طبعا انا عندي الكبة اصلا، دي بتاعت فرحي، موجودة عندي. فهيديك بص هيديكي يا زي الكريمة كده، زي الكريمة كده. بسم الله ما شاء الله، طعمه تحفة. الكريم شانتيه مديه كده طعم جميل جدا. الكمية دي عملت معايا الطبق ده كله. اكلوا بالليل بألف هنا وشفا، وفاض نص الطبق متعين في الفريزر، وقت ما يعوزوا اجيب لهم. ماشي. بدل ما اشتري من بره كل شويه هروح اشتري من بره، لا. قلت كده اما امسح الخلاط، رف بتمرجحني بالتليفون. تصويرها بسم الله ما شاء الله عليها، مش ماسكه التليفون ثابت كده. جبت الخلاط برضو، كان هو ده كان مركون اصلا. ده بتاع فرحي كان مركون من زمان، فمش كنت بستعمله، انا بستعمل التاني اللي هو العادي ده. فعشان هو كان مركون وكده كان عليه تراب، حاسه انه عليه تراب وكده، فجبت ان انا امسحه برضو. وهغطيه بكيس عشان التراب ما يجيش عليه تاني، لان التراب ما كان جاي عليه لزق عليه كده. فانا مش بحب الحاجه يبقى عليها تراب، الحاجه تبقى متعانه نظيفه. هو بصراحه كان ممسوح ومتعين، بس بقاله فتره ما استعملتوش. فهجيب امسحه كده كويس. جبت شويه خل وشويه بريل وسلكه ناشفه نضيفه وقماشه وكله. بصوا خليته فله شمعة منورة كده، كان بيلضي. هو نضيف اصلا، بس يعني ما خدش مني وقت حاجة، خلص على طول. عملته في 5 دقايق ونضفته كده حلو، حطيته في كيس وعنده. ريان مجنني مجنني. بصوا ربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هي ربنا هابلني ريان. طيب جيت بقى، انا ما عنديش يا حبايبي المعلقة بتاعت الايس كريم، بصراحة هي مش عندي. دي اللي يعني ان شاء الله كل حاجة تيجي مع الصبر. هقول لا او مش هعمله، لا. جبت كان عندي المعلقة دي برضو كده مدورة كده، معلقة مدورة كده، يعني تحس ان هي هتعمل لي زي كور كده، مش معلقة اكل اصلا خالص. فالجيش قال لك اتصرف. فانا هعمل ايه؟ حبيت ان انا برضو ان انا اعملها برضو زي كور كده واحطها. ونفعت معايا وبقت زي الفل وزي العسل. بتقولي حط لي يا ماما، قلت لها لا مش قادره. اللي هيفيد منهم هاكله، هو فاض منهم بصراحه، لان انا كنت حاطه لهم كميه كبيره. هما مش كانوا صابرين، هي بتتلج عن كده كمان يعني، لو سبتها للصبح بسم الله ما شاء الله عليه. هما مش صبروا للصبح خالص، ما صبروش للصبح. بصوا زي العسل، بسم الله ما شاء الله، طعمها زي العسل. كان عندي فرموسيه، جبت بقى ارش عليه كده وازين كده. عندك فرموسيه حطي، مش عندكيش مش هيقول لا برضه. بحبكم في الله زي ما انتم شايفين كده. متنسوش بقى تدعموني بلايك ودعوه حلوه من قلوبكم. وبحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.